مفيش موبايل النهارده، لكن هيكون في حاجات اجمد. شويه منتجات هتساعدك في استخدامك اليومي، تنظيف لابتوب، موبايل، سماعه وايرلس، تساعدك في السفر، في المذاكره، ولو عايز تكون يوتيوبر وتنافسني هيكون ليك منتج مخصوص. عزيزي المشاهد، معاك طارق مردي، جهز فشارك وسماعه ويلا نبتدي. هعمل تحدي بسيط، كل منتج هخلصه في دقيقة بس. تفتكروا هنجح؟ تعالوا نشوف. اول منتج معانا هيساعد الطلبه على المذاكره، الروبوت الغريب ده. تفتكروا روبوت عادي، لكن هو كشاف، دماغه بتنور، وده ينطبق عليه مثل العلم نور. النور اهو، تقدر تحركه في اي اتجاه انت عايزه، وتحرك ايديه في اي اتجاه برضه. المميز اكتر ان بيجي مع حلقه ماجنتيك تقدر تعلقه في اي مكان في ماجنتيك برضه. كمان تقدر تشيل اللزق اللي عليه دي وتحطه على الحيط مثلا، مكتب، اي مكان انت تحبه، بس الافضل يكون في مكان المذاكره. ومع تحريكه تقدر توجه النور بتاعه للحاجه اللي انت بتذاكرها. جربته مع اني متخرج وكان حلو ومريح جدا. في منه اشكال كتيره، وفي كمثرى بتنور كان شكلها حلو قوي، بس كانت اغلب حبه حلوين. تاني منتج معانا للطلبه برضه، للناس اللي بتخاف من الضلمه وهي نايمه. لمبه الليد دي تحسها لمبه ب 3 جنيه، لكن نورها قوي جدا زي لمبات السهاري القديمه. وفي منها لونين، الابيض والاصفر، ومش متعب للعين، لا هادي. توصيلها بسيط جدا عن طريق وصله USB من شاحن لابتوب مثلا حسب المتاح عندك. انا جربتها مثلا على مشترك واشتغلت عادي. تالت منتج ينفع لمحبين السفر وسعره مش غالي. طبيعي في المطار الشنطه تضيع منك وما تعرفش مكانها، فلوسك، هدومك، كل حاجه تروح عليك. هتعمل ايه؟ هل تفضل متضايق، تعيط، قدمت شكوى؟ وبعدين معاك حل عملي شبيه سمارت تاج من سامسونج واير تاج من ابل. انت عارف سعرهم مسافر ومكلف ان نجيب اكتر من قطعه، لكن دي رخيصه صراحه. ما توقعتش انها توصل لانها اتمسكت في الجمارك والموضوع كان كبير شويه. المفروض انها تبع شاومي، بس اسم مش اكتر، مالهاش دعوه بشاومي. عجبني قوي انها بتعمل نفس المهام بتاعتهم بالظبط، بتحدد مكان على الخريطه في التطبيق، وفيها ميزات انها بتصفر لو بعدت عن المدى بتاعها. حسب ما فهمت انها بتشتغل بالبلوتوث مع GPS، وفيها منبه لو عايز تظبطه انه يصحيك. مش عارف ايه لازمته بصراحه في حاجه زي دي. وفيها برضه تسجيل صوت، برضه ما جربتوش. الجميله دي بيجي معاها كفر طري وجميل جدا، مش بيتقطع، حاولت معاه كتير. تقدر تشبكها في الشنطه وتحدد مكان الشنطه بسهوله لو ضاعت منك، وتركيبها سهل جدا، بتكبسها، موضوع بسيط. 1 hour later. هو الموضوع طلع صعب شويه في التركيب يعني، بس بحاول يعني فيها، مش انها يعني ناشفه شويه يعني، الى حد ما ظبطت يعني. اكيد مش لازم اظبط اللوجو يعني ومكانه والحاجات دي. عشان تشغلها وكل الكلام ده محتاج تطبيق اسمه اي سيرشن، بتلاقي QR بتاعه على العلبه بتاعتها او الورقه بتاعتها، عشان بصراحه العلبه ما جاتش يعني. اول حاجه هي بيديلك بالشكل ده، بس هي كده مش شغاله، مقفول. عشان تشغلها ببساطه بتلف القرص ده كده كده او كده يعني، الناحيه الثانيه ماشي، هتلاقي في ورقه كده معرفش بتعمل ايه. اول ما تشيل الورقه دي تشتغل، دي زي عازل عشان ما تشتغلش. طب تعالوا نجرب اول ما بتشتغل بيحصل ايه. بصوا، اول ما ركبتها تصفر، سامعين الصوت ده؟ كده هي اشتغلت. كده اقدر اربطها بالتطبيق عادي جدا. طب عشان اربطها بالتطبيق من اي موبايل اعمل ايه؟ بشغل الGPS وبشغل البلوتوث. اول ما بتربطها بتقدر تفتح الاعدادات بسهوله وتقدر تتحكم بكل حاجه فيها. لا عجبني اكتر حاجه الميداليه بصراحه، جميله جدا. المفروض انها دقيقه بس، هحاول اظبط الباقي. ففي المجمل وانت معدي اعمل اشتراك وفعل زر الجرس تقديرا للمجهود ده. فهي كده، وتعالوا نشوف اهم المنتجات. المنتج ده لصناع المحتوى، خصوصا اللي في نفس مجالي اللي هو الموبايلات. اللي شاف فيديو الفيفو V30 هيفهم قصدي، كانت اول مره استخدمه، عملي جدا بصراحه. هذا الستاند لونه لوحده جميل جدا، خامه معدن، صارفين ومكلفين قوي عليه، وليه 4 لزقات رابر تقريبا عشان ما يتزحلقش منك وانت حاطط الموبايل. ومعاك 2 كمان من فوق على المسند، وواحده من فوق خالص عشان الموبايل ما يتجرحش. مهتمين بادق التفاصيل. لو بصيت عليه من اول مره تفتكروا ستاند رخيص، لكن نضيف جدا جدا وشديد في الحركه، وصعب تفتحه وتقفله بسهوله. مش من السهل ان يتزحلق او يوقع الموبايل. تعرف طبعا الاستندات الرخيصه وكده حركه بسيطه تلاقي الموبايل وقع واتزحلق منك، اتكسر، تزعل عليه. لكن ده بصراحه عملي جدا، ووزنه تقيل لوحده. مميز اكتر انك بتقدر تميله في اي اتجاه انت عايزه، بتقدر تحط الموبايل عايزه بالطول بالعرض زي ما تحب. انا عن نفسي جربت الفيفو V30 عليه في التردد، وكنت شغال بسرعه عليه، ما واجهنيش اي مشكله. بعد ما بتخلص الفيديو بتاعك بتقفله على بعضه، مش محتاج مساحه منك، حرفيا اصغر من اصغر مساحه عندك. بغششك اهو عشان تنافسني، اي خدمه. خلصت الحمد لله قبل الدقيقه. رابع منتج مفيد جدا في استخدامك اليومي. اكيد بتستخدم لابتوب، موبايل، سماعه، بيجي عليهم وقت مع الخروج بيتملوا تراب وبيبقى شكلهم مش حلو. جبت لك حل عملي، هذا الشيء الغريب 8 في 1 او 7، مش متاكد عشان ما اكونش بكذب. تعالى نعدهم ونشوف كام بالظبط، ركز معايا. لو هتنضف كيبورد لابتوب او PC، محتاج حاجه تخلع الزراير. معاك الاداه دي بتقربها من الزراير وتخلعه. جربتها عندي ما نفعتش بصراحه، لان الزراير عندي كبيره، هم عاملينها الكيبورد ميني تقريبا. طيب خلعت الزراير، محتاج حاجه تنضف التراب. معاك الفرشه الكبيره دي، عن طريق الزرار ده بتسحبها لفوق كده وبيتثبت
قاعد بتقدر تمسح بيها وبتنضف حلو جدا. باين شكلها كده. سيبك من اللابتوب دلوقتي، الموبايل اكيد عايز تنضفه، فالشركه الكريمه بعتت لي ازازه سبراي ملمع ارشه على شاشه ينضفها. هم بعتوا لي الازازه بس تقريبا نسيوا السبراي، يعني مش عارف راح فين بصراحه، يعني اتبخر ولا ايه، يعني حد يفهمني السبراي راح فين؟ الازازه فاضيه اروح املاها انا يعني؟ بعد ما ترش السبراي اللي المفروض يكون موجود اصلا حاطين لك حاجه تمسح بيها. هذا الشيء العجيب. لاحظت حاجه لما بتيجي تنضف بيها انها بتوسخ الموبايل مش بتنضفه، يعني بتنشر ماده غريبه كده شويه زي الاستيكه. عارف انت الاستيكه اللي بتمسح بيها؟ بتنشر حاجه غريبه كده. بص في اثر غريب كده بتحسه ظاهر في التليفون، انا مش فاهم ايه ده. يعني بعد ما بمسح بيها بضطر امسح بمنديل تاني. طب ما امسح بمنديل من الاول اسهل. فكره ومجهود يحترم. نركز مع السماعه شويه. معاك اول حاجه السن ده بينظف اسنان السماعه وسماعه الموبايل ووصله الشحن برضو، بس بالراحه وانت بتنظف عشان ما تزعلش عليهم. معاه كمان فرشه خفيفه تنظف بيها سماعات الموبايل من فوق او الايفون. من الجنب التاني معاك فرشه عريضه بتنظف علبه السماعه من جوه. جربتها وكويسه جدا. كده وصلنا رقم 7. فين الثامن؟ اكتر حاجه محدش يتوقعها وانا ما توقعتهاش اصلا. عاملين لك مسند للموبايل، بتشد البتاعه دي تقدر تسند الموبايل عليها، تشوف مثلا مسلسل فيلم زي ما تحب. هو ثابت الى حد ما لكن ما تثقش فيه قوي، خليك مركز معاه لان ممكن يزعلك. كده كسرنا الوقت وزياده حبتين 3، فالغي التحدي كده كفايه قوي. اخر حاجه ممكن ما تكونش مهمه قوي ليكم بس بتفرق مع صناع المحتوى اليوتيوبرز وقنوات الطبخ. كتير منهم بيحتاج ستاند رخيص يحط عليه الموبايل. الستاند امره سهل ورخيص، مش هيكلفك في بدايه القناه، بس المشكله الاكبر في مسند الموبايل. فجبت لكم نوعين، نوع رخيص ماشي حاله ونوع غالي. نبتدي بالرخيص. هو خاماته بلاستر بيتشد لفوق عشان تركب الموبايل. البلاستيك اللي من فوق دي بتشدها عشان تثبت الموبايل اكتر. وعلى فكره هو مش وحش ومش ضعيف، يستحمل معاك كويس جدا في البدايه. في طبقه متركبه من تحت بتحمي الموبايل من الخرابيش والتريح وعشان ما يتزحلقش منك ويزعلك. طب انت عايز تصرف وتشبر على نفسك، سيبك من النوع ده واتجه للنوع النظيف. واولا غالي شويه، خاماته بلاستيك بس بلاستيك مقوى تستحمل معاك. وقع بصراحه كذا مره مني وما حصلوش اي مشكله. تقدر كمان تثبته بسهوله من الفتحه دي، وفي فتحه تانية من جوه بس مش هتحتاجها قوي. يفضل طبعا تثبته من بره عشان السبب التاني هو انك تقدر تحرك الراس دي بعد ما تثبت التليفون عن طريق الزرار ده. افتح الزرار كده وحركه في الاتجاه اللي انت عايزه وبعد كده اربط الزرار، ما بيتحركش خالص. في برضه نفس الطبقه المتركبه في النوع الرخيص، بس المميز هنا ان من الظهر كمان في الطبقه دي وطريه جدا بحيث الموبايل ما يتخربش منك لا من الجناب ولا من ظهره لما تركبه. عارفين جربتها على موبايلات وزنها خفيف وموبايلات وزنها تقيل واستحملت معايا، ما واجهتش اي مشكله. وهي كده برضه بتتمد لفوق زي الثانيه بالظبط. كفايه كده، مش حابب ازود عليكم النهارده. اتمنى تكونوا استفدتوا فعلا، ولو حد عايز اي منتج منهم هبعت له اللينك الشراء من الصين. وللعلم ده اخر فيديو هضيف فيه منتجات لاني ما لقيتش طلب عليهم خالص، ومفيش حد شاف الفيديو التاني بصراحه، مش عارف ايه السبب. فلحد ما ربنا يكرم وعدد المتابعين يزيد حبه حلوين مش هجرب تاني. كفايه كده، كفايه قوي، فلوسي راحت. واكتب لي اي كلمه حلوه تقديرا للمجهود ده. ما تنساش تنورنا الاربع منصات، الفيسبوك، اليوتيوب، الانستجرام، التيك توك، عشان نكون اسره مع بعضينا ونكبر اكتر واكتر وابتدي اوزع هدايا بنفسي. نفسي بجد. دمتم بافضل حال. سلام.